الفيلم ديالنا كيبدا بواحد البنت سميتها تيانجا، عندها 12 عام وكدير الرياضه ديال الجيمباز. كنشوفوا ماماها هيلين كتصور فيديو حيت هما كيبارطاجيو حياتهم في السوشيال ميديا. سمعوا شي تقرقيب حدا الشرجم ومشات تيانجا تشوف شنو كاين تما. هو يدخل واحد الغراب من الشرجم ورول ليهم الدنيا كامله. كلهم بداو كيتجاراو وكيحاولوا يشدوه ولكن ما قدروش. مشى وقف ليهم فوق التريه وهي طايح به. في ديك اللحظه تيانجا لاحت عليه واحد الفوطه وقدرات تشدو. بغات تخرجو ولكن ماماها طلبت منها تعطيه ليها. شداتو وقرداتو من عنقو. هنا تيانجا تصدمت وبقات غير كتشوف فيها. من بعد عطاتو ليها وطلبت منها تمشي تلوحو في الزبل. عزكم الله. وهادشي اللي دارت، شداتو ومشات لاحتو ولكن ما رداتش البال باللي هو مازال حي. وشافت بنت جيرانهم جداد ريتا واللي كتكون قدها في العمر. بانت ليها كتلعب مع كلبه وقررت تمشي تتعرف عليها. بغات حتى هي تلعب مع الكلب ولكن عضها. ريتا طلبت منها السماحه وقالت ليها باللي هي مصدومه حيت كلبها اول مره يعض شي واحد. في الليل الام كانت كتغني المات باش ينعس وهي تدخل عندها تينجا وبدات كتغني معاها. موراها الام جلسات كتمونطي في الفيديو اللي صورت وتينجا كانت حداها كتعاود لها على جيرانهم الجداد وقالت لها باللي هي ولات صاحبه بنتهم ريتا. جاوبتها ماماها باللي ما عندهاش وقت للصحاب وطلبت منها تركز في التدريب ديال الجيمباز حيت عندها مسابقه. وفي الليل تينجا ما قدراش تنعس حيت مقلقه من هضره ماماها. وفي واحد اللحظه سمعت الصوت ديال داك الغراب. خرجت ومشات كتقلب عليه في الطارو ديال الزبل اعزكم الله ولكن ما لقاتوش. وفي ديك اللحظه سمعت شي صوت جاي من واحد البلاصه بعيده. بقات تتابع داك الصوت حتى وصلت عند الغراب ولقاتو طايح في الارض وكيتالم. بقى فيها وهي تقرر تقتلو باش ما يبقاش كيتعذب. بقات كتضرب فيه بواحد الحجره حتى مات. وشافت حداه واحد العش وفيه بيضه وتما عرفت باللي هو العش ديالو. وحيت حسات بتأنيب الضمير دات مع هذيك البيضه وحطاتها في ناموسيتها وغطاتها وهادشي باش تبقى البيضه دافيه. في النهار الثاني مشات للتدريب ديالها وما كانتش مركزه. شافتها المدربه ونصحتها تدرب مزيان باش تقدر تدخل المسابقه. مورا التدريب تينجا جاو عندها صحاباتها وطلبوا منها تخرج معاهم ولكن هي ما بغاتش وقالت لهم باللي ما مسالياش وخاصها تكمل التدريب. وملي كانوا غاديين بقات كتشوف فيهم وكانت كتمنى كون تقدر تخرج معاهم ولكن هي ما تقدرش بسبب ماماها. ملي رجعت للدار مشات شافت البيضه ولقاتها زادت كبرات. جات عندها ماماها وقالت لها باللي هي وباباها غادي يتفارقوا ولكن علاقتهم غتبقى مزيانه على قبلها هي وخوها. من بعد تينجا شافت باللي البيضه كبرات بزاف وهي تحل كرش النونوز ديالها وحطاتها فيه. مشات للتدريب ديالها وكانت معها ماماها وكتشجع فيها ولكن تينجا ما كانتش كدير الحركات مقادين والمدربه ما كانش عاجبها الاداء ديالها. دخلت بنت جيرانهم ريتا وبدات كتدرب والمدربه عجبها الاداء ديالها بزاف. وكتبان الام كدير في واحد الضحكه صفراء وغير من وجهها كنعرفوا باللي هي معصبه من بنتها. ملي سالت التدريب وخوات الصاله بزات على بنتها تبقى تدرب لدرجه ايديها تجرحوا. جات عندهم المدربه وطلبت منهم يخرجوا حيت خاصهم يسدوا الصاله. طلبت من الام تزيد تعطيهم غير واحد شويه ديال الوقت. بقات واقفه على بنتها تما حتى دارت كاع الحركات مقادين. وفي الليل تينجا بدات البيضه وتصدمت ملي لقاتها كبرات بزاف. حطات عليها ايدها وحست باللي شي حاجه كتحرك فيها لداخل. موراها مشات جلسات مع ماماها واللي قالت ليها باللي السيمانه الجايه غدوزها مع صاحبها جديد تيرو. وتينجا بقى فيها الحال بزاف حيت ما بغاتش شي واحد اخر ياخذ بلاصه باباها. رجعت لبيتها وبقات كتبكي فوق من البيضه. وفي واحد اللحظه ديك البيضه فقست وخرجت منها واحد الايد كتخلع. تينجا خافت ومشات كتجري تخبات في الماريو. بقات حاضيه ديك البيضه وهو يبان ليها كائن غريب خرج منها. زادت خافت اكثر ملي جا عندها وبدا كيطل عليها. غوتات بجهدها كامل وهو يتخلع وخرج من الشرجم. سمعها باباها وجا عندها وهي تقول ليه باللي شي فرخ بغى يدخل صدق مهرس الشرجم. وفي الليل ملي كانت ناعسه سمعت الصوت ديال داك الكائن. دخل عندها وهي كانت خايفه منه بزاف. من بعد شافت باللي ايدو داخله فيها واحد الدجاجه. حيدتها ليه وهو يغوت بالجهد. ديك اللحظه خافت ودارت ايديها على عينيها. ملي حيدت ايدها اكتشفت باللي هو كيقلدها وكيدير اي حاجه دارتها. بدات كدوز في ايدها عليه وهي تشم فيه ريحه خايبه. داتو باش تعاومو وهو في الاول ما كانش مرتاح ولكن من بعد تطلق وعجبو الحال وبدا كيلعب بالماء. من بعد داتو ونعساتو تحت الناموسيه. وفي هذا الوقت الكلب ديال ريتا بدا كينبح. المخلوق حس باللي هي ما مرتاحاش بسبب النبيح ومشى عنده باش يقتلو. فقد تينجا ولقات الكائن فوق منها وكان حاط لها الجثه ديال الكلب حداها. تصدمات وما لقات ما دير وهي تهزت الجثه ومشات دفناتها. وفي هذه اللحظه خوها مات كان واقف وشاف كل شيء. من بعد مشات لواحد المحل اللي فيه داكشي ديال الفراخ باش تشري الماكله لذاك المخلوق. تلاقات مع صحاباتها تما وكانت معاهم ريتا. بداو راجعين بجوج في الطريق وكانوا ضاحكين وناشطين. وفي واحد اللحظه ريتا طلبت منها تعاونها في تعليق تصاور كلبها اللي موضر. وتينجا بقى فيها الحال بزاف ولكن ما كانت قادره تقول والو. ملي رجعت للدار ماماها وراتها المشطه اللي جابت ليها كادو. خوها شاف ماما ما جابت ليه والو وهو يتقلق. ومن بعد شافت صورة الكلب وهو يمشي كيجري للبلاصه اللي دفناتو فيها وجاب لهم الجثه ديالو. وقال لهم باللي تينجا هي اللي دفناتو وهو شافها بلا ما تعيق به ولكن حتى واحد ما تيقو هو يتعصب وتفاختو. طلع للفوق وهو يشوف شي خيال في بيت تينجا. لبس القناع ديالو ودخل يقلب تما. مشى شاف تحت الناموسيه وهي تخرج ايد وقسمت ليه القناع. تخلع بزاف وفي نفس اللحظه كانت تينجا كدير في شي حركات في شكل وماما كتفيق فيها. ملي رجعت لحالتها الطبيعيه مشات لبيتها وبدات كتخاصم على الكائن. تبعتها ماما وسولتها مع من داويه. مشات طلات تحت
الناموسيه وما لقات والو. من بعد مشات تشوف في الماريو وهي تصدم ملي شافت الكسوه ديال المسابقه مقطعه، بدات كتخاصم عليها وتينجا شافت الكائن مخبي فوق الماريو وهي تسد عليه البيبان باش ماماها ما تشوفوش. تينجا قررت تعاقب الكائن وما بغاتش تحل عليه، ولكن دار شي اصوات بحال كيطلب فيها وهو يبقى فيها وحلت عليه في الاخر. من بعد عطاتو ياكل من ماكله الفراخ اللي شرات ليه، ولاحظت بلي الريش ديالو كيطيح وكينوض في بلاصتو شعر بيض. قالت مع راسها بلي غتكون بنت وسماتها الي. دازت الايام والي كبرات وناض ليها الشعر، كانت كتهلا فيها وكتلبسها من حوايجها وكتحط ليها ورد في شعرها. مشات تينجا للتدريبات النهائيه اللي قبل من المسابقه، وكانت تريد تحسن منه، وهادشي اللي خلى الام معصبه وشادها الغيره، لدرجه ملي كتشوفهم جالسين بجوج كتمشي تلاقي ليهم بسلوكه وتينجا كيبقى فيها الحال بزاف. حسات بها الي وهي تخرج من الماريو ومشات لريتا ملي كانت راجعه لدارها، هجمات عليها وتينجا في هذه اللحظه بدات كدير في نفس دوك الحركات الغريب. ملي رجعوا للدار تينجا ما لقاتش الي، ولكن لقات المنقار ديالها طايح في الارض. وفي الصباح ماماها طلبت منها توجد حوايجها حيت غديها معاها عند صاحبها تيرو. ملي وصلوا للدار بدا كيرحب بهم وماماها وراتها بنته الصغيره واللي كتكون ماماها ماتت ملي كانت كتولد فيها. وفي الليل تينجا ما قدراتش تنعس بسبب الغوات ديال البنت الصغيره. من بعد شافت الي جالسه في الشرجم، حلات عليها وكانت مصدومه من وجهها اللي تبدل، دخلتها وداتها نعساتها حداها. في الصباح ملي كانوا كيفطروا الام وصلت الخبار ديال ريتا، مشات عندها تينجا باش تزورها، وملي وصلت تفاجات بوجهها كيفاش ولا. وملي ريتا حلات عينيها وشافت تينجا بدات كتغوت. تينجا خافت وهي تهرب ورجعت للدار، وكانت متاكده بلي الي هي اللي دارت هادشي. بقات كتخاصم عليها وبدات كضرب في راسها حيت حتى الي غتحس بالالام. شداتها الي وبقات كتكالمي فيها حتى نعسات، واللي فقط لقات باللي الملامح ديال الي ولاو نفس ملامحها. موراها مشات تينجا دوات مع تيرو، ملي كانوا هاضرين سولها واش كيعجبها الجيمباز، وهنا كنعرفوا باللي هي كديرو غير حيت ماما فرضاتو عليها. وملي دخلوا للدار تيرو سمعها داويه مع شي واحد، حاول يحل الباب باش يشوفها مع من داويه، وتصدم ملي شاف الي كتاكل بواحد الطريقه غريبه. كيسحب ليه باللي هي تينجا وقال لها باللي غيصوني لماماها. بغات الي تهجم عليه ولكن تينجا شدات الباب بالزربه وتسد ليه على ايدو. من بعد مشات عنده تينجا وطلبات منه السماحه وبقات كتطلب فيه باش ما يقول والو لماماها، واللي ملي وصلت بدات كدرب في تينجا وكتخاصم عليها فاش غلطات. والبنت الصغيره خافت وبدات كتبكي. هيلين واللي هي الام مشات هزاتها، وهنا بنتها تينجا غارت بزاف وكالعاده الي حسات بها. هيلين قالت لتيرو باللي غيمشيو للمسابقه، وتينجا كانت خايفه بزاف على البنت الصغيره. وملي وصلت تينجا المسابقه حسات باللي الي غدير شي حاجه للبنت، وهي طيح راسها بالعاني باش توقف الي، وبطبيعه الحال كتكون خسرات في المسابقه. ولحسن الحظ دخل تيرو وعتق بنته، وشاف الي ملي كانت هاربه وكان كيسحب ليه باللي هي تينجا. ملي رجعت هيلين ضارب معاه وطلب منها تدي بنتها وتمشي، وقال لها باللي هما عائله مسطيه وما باغيش يعاود يشوفهم. مشاو وكانت هيلين معصبه بزاف وقالت لتينجا باللي هي خرجت ليها على حياتها. رجعوا للدار وملي تينجا دخلت لبيتها جات عندها الي وكانت باغا تدخل، منعتها تينجا وقالت لها باللي هي السبب في كاع المشاكل ديالها. بقات كتعابز معاها حتى قدرات تلوحها، وموراها مشات عند ماماها وطلبت منها السماحه. وفي هذا الوقت باباها شاف الي وكان كيسحب ليه باللي هي بنته تينجا. شافها طالعه لبيتها ودخلت للماريو، هو يسحب ليه باللي هي مقلقه حيت خسرت في المسابقه، داكشي علاش خلاها على راحتها ومشى. ولكن من بعد هيلين مشات عندها وكانت باقا مقلقه منها، بقات كتخاصم عليها وكتمشط لها في شعرها حيت غيرجعوا يصوروا فيديوهات عاوتاني. ولكن طار طرف من شعرها وهيلين تصدمت ملي شافت الي كتخنزر فيها، وفي واحد اللحظه هجمت عليها وهي تجي تينجا وعتقات ماماها. بقات هيلين كتشوف فيهم وكانت مصدومه بزاف، وتينجا عاودات ليها قصه الي وقالت لها باللي هي طلبت منها تبعد عليها. عنقاتها هيلين وقالت لها باللي كلشي غيكون هو هذاك. مشاو بجوجهم وهزوا ماس باش يقتلوا الي، ولكن ملي الام هيلين دخلت للبيت الي هجمات عليها. حاولت هيلين تفك راسها وضربتها في رجلها، وتينجا حتى هي حسات بهاد الضربه هادي. وملي كانت هيلين غتضرب الي وغتقتلها وقفات تينجا قدامها وهي تجي فيها الضربه. ودمها طاح فوق الي. دخل بابا وخوها وشافوا داكشي اللي طاري، وتحولت الي لنسخه طبق الاصل ديال تينجا، وهادشي بسبب الدم اللي طاح عليها. حتى لهنا كيسالي الفيلم ديالنا. ما تنساوش لايك وكومونتير وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في فيلم جديد ان شاء الله.